السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قصتي بدات من نهار لوزتي حصلها راجلها كتخونو. المهم انا في عمري 25 عام، مزوجه هادي 4 سنين وعندي بنيه يلاه عندها عام. الحمد لله ربي لاقاني بواحد السيد اللي الف وحده تتمناه. عندي غير لوسه وحده اللي مزوجه، وحتى هي عندها 4 ديال الوليدات. هي كانت بحال اختي ولا كتر. كنا مفاهمين مزيان، ما عمرنا تخاصمنا، وكلشي كنعاودوه لبعضياتنا. انا كنت ساكنه مع عكوزتي بحكم عندها غير ولد واحد نيت اللي هو راجلي، وحماية مات بعام قبل ما نتزوج براجلي. المهم كنا عايشين بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي حاجه بحكم راجلي كان خدام مزيان الحمد لله. وحتى لوستي كانت مزوجه بواحد الراجل كان خدام فرملي في السبيطار، وكان صاحب راجلي اللي هو خوها النيت. وحتى هي الحمد لله كانت عايشه مزيان مع راجلها، ما عمرها تشكات منه ولا جات غضبانه. حتى لواحد نهار غادي توقع الكارثه. راجلها كان خدام بالليل، ولكن كان عيان شويه يعني مريض، وتسير عليه الحال في الخدمه ديالو، فرجع في حاله للدار. ومع رجع معطل دخل غير بالحس باش ما يفيقش مراته والدراري ولادو. حتى كيتفاجئ بمراته ناعسه في بيتهم مع واحد الراجل اخر وكيضحكوا. هو بقى مسكين مصدوم، شحال عاد بدا كيغوت ويضرب فيهم بجوج، حتى فاقوا ولادو وبداو الجيران كيدقوا في الباب حيت سمعوا الغوات. المهم حلاهم الباب وكل شي شافها في ديك الحاله، وكل شي غير مصدوم، حتى واحد ما بغى تدخل ليه الراس باللي سميه غدرات راجلها. المهم جاو البوليس وداوها هي وداك السيد، وهي غير كتضحك حيت حتى هي ما عمرها توقعات باللي راجلها غادي يحصلها شي نهار. المهم حتى لهنا راه كلشي كان في خبارو. حنا كنا ساكنين شويه بعاد على لوستي، واخا في نفس المدينه ما سمعنا والو، حتى جا راجل لوستي كيدق في الباب بالجهد مع جويه ديك 2:30 ديال الليل، وجايب معاه الدراري وكيغوت في الباب. حنا فقنا كلشي مخلوع. مشى راجلي حل ليه الباب وهو يتلاح عليه كيبكي، وكيقول ليه واش هادي هي سميه اللي بغيتها وتزوجتها واللي دوزت معاها الحلو والمر، تغدرني بهاد الطريقه؟ راجلي ما فهم والو، بقى غير كيسكت فيه هو وعكوزتي. حتى انا شديت الدراري ودخلتهم عندي للبيت باش ما يتخلعوش. حتى كنسمع الماء كيتقرقبوا في الكوزينه وكيتخبطوا، عكوزتي كتغوت. انا خرجت لقيتو هاز موس وباغي يمشي يقتل ختو هي وداك السيد. المهم بقينا كنشدو فيه، وقال لي صاحبو باللي صافي راه عيط على البوليس وباللي داوهم شويه هادي. وجا انا عندي راجلي بغى يضربني، داكشي اللي ما عمرو دارو في حياته دارو هاد الليله. بقى كيسولني واش كنت عارفه، وانا كنحلف ليه بالله ما كنت عارفه شي حاجه، وباللي حتى انا راني مصدومه بحالو. حيت واخا كنا كنتعاودوا كلشي، ما عمرها ما جبدت معايا هاد الموضوع ولا لمحات ليا ليه كاع. بالخصوص كانت ديما كتشكر في راجلها، وما عمرها تشكات منه ولا شي حاجه. في مره هادشي اللي خلاني انا لدابا مازال ما متيقاش بلي داكشي كامل وقع. المهم من داك النهار غادي تقلب حياتي سفاها على علاها. راجلي ولا كيشك فيا بزاف، حبس من الخدمه، عكوزتي جاها شلل نصفي بالفقصه، الجيران حتى هما ما رحموناش. كل مره كيدخل عندنا شي واحد وكيبقاو يسولوا فينا كيفاش وقع داكشي وعلاش، واخا كلشي كان عارف شنو واقع. المهم من بعد ما خرج راجلي من الخدمه ولا مقابلني غير انا، ما بقيت لا كنخرج لا كندرج لا والو، حتى التليفون حيدوا ليا. ما بقاش كيخليني نمشي لدارنا، واخا كنقول ليه يلاه معايا نجلسوا غير شويه عندهم ونرجعوا. ساعه والو ما كيبغيش يخليني، لدرجه ولا كيتعصب دغيا وكيبغي يضربني، وكيقول لي انت كذابه، انت كان كلشي في خبارك وبقيتي ساتراها، وعلم الله شنو كنتي كديري انت وياها. المهم خلاصه الامر ما بقاش كيثيق فيا بمره، حيت انا ولوستي كنا متفاهمين بزاف، كنا كنخرجوا بجوج نبقاو مجمعين. داكشي علاش راجلي كان كيحسب لي باللي كان في خباري باللي هي كتكون في راجلها، وانا ربي اللي شاهد عليا والله ما كنت عارفه شي حاجه. ولحد الساعه انا باقا مصدومه، حيت ما عمرني شكيت فيها شي نهار ولا لاحظت شي حاجه انها كتكون راجلها فيها. المهم دابا هادي 3 شهور باش هزيت بنتي وحوايجي وجيت لدارنا، حيت ما بقيتش قادره نعيش مع راجلي. والله ديما كنعس بالبكا ونفيق بيه، حيت انا ما درت والو، ولكن راجلي ما مطيقنيش ولا بحال شي وحش. ماشي الراجل اللي خديت النهار الاول ولا واحد اخر ما كنعرفوش. داكشي علاش صافي قررت نتفارق معاه،
حيت صافي عييت ما نحاول معاه والو. حتى العائلة والجيران كلشي كيدوي معاه وكيقولوا ليه صافي نقل الشيطان دير عقلك ديه في بنتك ومراتك ورجع لخدمتك، ولكن هو والو، اللي فراسو فراسو. وديما كيبقى يتحلف في اختو بلي غير غادي تخرج يقتلها، وانا خايفه لا يديرها. والله السيد راه تصدم ديال بصح، حيت اخر حاجه كان كيتصورها هي هادي. وحتى راجلها مسكين ولا بحال راجلي، لا خدمه لا والو، غير القهوه والمشاكل. وكل مره كنسمعوا بلي راه تخاصم مع شي واحد على برا. المهم انا بغيت من كاع البنات يدعيو معايا حيت عييت والله، ومع هاد العائله اللي تشتت الشمل ديالها بسبب واحد الانسانه اللي الله يسمح ليها حتى هي دمرات حياتي ودمرات حياتها وحياة خوها وراجلها ووليداتها وامها. وما فكراتش بلي راه ربي فوق كل شيء، وبلي غادي يجي واحد النهار وغادي تفضح. وكانت هذه هي نهاية القصة.